برحب بشباب ثانويه عامه، اهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. ازيكم يا وحوش؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل صحه وافضل حال يا رب. هذا الفيديو فيديو هام للغايه للدفعه المتسربعه المستعجله اللي عايزه تبدا كل المواد في نفس الوقت، اللي عايزيننا دلوقتي نكون وصلنا لنص المنهج. اخيرا 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 فيديو هام للغايه لدفعه 2026. وهذا الفيديو يا أولاد موجه لطلاب السنتر وكافة التفاصيل. هيهم حاجتين، الطلاب وأولياء الأمور. خلي بالك بقى من حتة أولياء الأمور دي علشان في كلام هيعجبكم قوي يا بابا وماما. في الأول يا جماعة طبعا قبل بداية أي كلام يعني كل الشكر ويعني كل المحبة لدفعة 2025، الدفعة الأقرب إلى القلب. بمنتهى الأمانة لسه هتعرفوا إن أنا دغري كده، ما بجملش الكلام، مش هزوق كلام على حسب ما حد عايز يخليني اقوله. كلام طالع من القلب بأمانة ربنا. انتوا من اجمل واحلى الدفعات اللي ما زلنا حتى وقتنا هذا الواحد مش عارف يموف اون منكم بصراحة. ربنا يعني معاكم ويوفقكم، ولسه بحاول اتأقلم. ده انا لسه هتعرف على دفعة جديدة ونتكلم على ناس جديدة وننشئ جيل تاني ولوكسوية تانيين صغنطتين. فكل التوفيق وكل المحبة وكل التقدير وكل حاجة حلوة يا رب تكون ليكم بإذن الله في اللي جاي من الأيام، وعمركم هتتنسوا. ودايما هتلاقيني في الفيديوهات بجيب سيرتكم على فكرة. ربنا معاكم فعلا ويوفقكم، وكنتم فعلا نعمة العيلة الحلوة الجميلة والصحاب والإخوات. وادعوا لنا كده نكون فعلا رمز ونكون ناس مساعدة وبتحاول تحقق لكل واحد حلمه، ونكون سبب من الأسباب للدفعة الجديدة المتسربعة على نار. هتوحشونا يا 25. خلصنا يا 25 بره. يلا خش لي بقى بتاع 26. عايز تبدأ صح؟ تعالى حلو. الفيديو ده بقى يا باشا هنتكلم على تفاصيل 2026 ليه السنتر. ابوس ايديكم، انا شايف الكومنتات تحت. طب والاونلاين يا دكتور؟ تفاصيل الاونلاين يا دكتور؟ الرسائل اتخربت، بلس 99، انستجرام اتقلب، تيك توك. بأمانة ربنا يا أولاد الأونلاين ده في عينينا، الأونلاين ده الملوك. أبوس إيديكم، ده هيكون فيديو على الرايق خالص خالص، هنقول فيه كافة التفاصيل. اتقل كلها أيام وهتاخد مفاجآت عقلك البشري لا يدركه إن شاء الله. هيبقى كلام حلو قوي، بس اركن على جنب واسمع. ما انت يمكن تنسى سنتر صح؟ اسمع للآخر. طيب بص يا أولاد بقى، احنا باذن الله ان شاء الله طبعا السنه دي شغالين سنتر اند اونلاين. باذن الله هنكون في السناتر ان شاء الله. هنسيب لك اول حاجه عشان لو بتنسى، هنسيب لك الصوره تحت في الكومنتس تحت، سواء بقى في اليوتيوب في الفيسبوك بتشوفني من اي حته، كل حاجه هتكون موجوده لك، تقدر تبص على الجدول بتاعك. بس سريعا يا اولاد باذن الله. طب يا لوكس بقى، مواعيد البدايه بتاعتنا باذن الله، بدايتنا ان شاء الله هتكون يوم السبت 30/8. دي هتكون اول حصه في السنترز السبت 30/8. يوم السبت ماشي ازاي ومواعيدنا ايه بقى يا معلم؟ اسمع بقى. السبت الساعة 11:30 الصبح هنكون في شبرا سنتر الراعي فرع خلوصي. وان شاء الله يوم السبت 5 مساء بقى هنكون في سنتر ذا فيرست مدينة نصر. ده كده يوم السبت. طب ويوم الاثنين ان شاء الله من 10 الصبح هنكون في سنتر ذا فيرست الهرم الساعة 10 الصبح. و5 ان شاء الله بالليل هنكون فين؟ هنكون موجودين في سنتر ذا مودرن التجمع الاول. يوم الثلاث بقى يا وحش هنكون 10 الصبح في سنتر كي في 1000 مسكن. ده يوم الثلاث. ويوم الاربع ان شاء الله 10 الصبح هنكون في سنتر تاسك شيراتون، والساعة 5 بالليل بإذن الله في سنتر أركان حدايق القبة. ده الجدول بتاعنا إن شاء الله للسناتر وأماكننا ومواعيدنا. وما تنساش كل ده موجود في جدول تحت، تقدر تعمله سيف على الموبايل بتاعك. طيب طلبة بقى نصحصح، هنشتغل إزاي يا دكتورة؟ وايه اللي يخليني اختار سنتر مش اونلاين؟ بص يا معلم، كلام دغري بقى بالاخوه. احنا نبدا ايه مرحله الاخوات على طول بقى. ها عايز ابريك الايس ونخش على طول. طب بص يا اولاد، انت دلوقتي طالب مش ملتزم، انت حضرتك طالب لازم حد يتابعك، انت حضرتك طالب ما بتعملش اللي عليك غير لما حد بيلسوع وبيزن او بيكافئ او بيعمل اي حاجه. لو سمحت أرجوك انذر السنتر فوراً، طيران، ما تفكرش. عشان عبات ما تفكر الدنيا هتبوظ منك وهتقول أنا ابتديت أراقب، الحقوني.
الدنيا باظت والوش ده. انا هدفي والله يا اولاد نفسي الغي فكره كلمه تراكمات. لو لغيناها دي يالا ضن بامانه، لان هي دي المصيبه الوحيده اللي قصادنا. فانت طالب مش ملتزم، ما بتعرفش تقود نفسك بنفسك، يلا على السنتر. طب وهتعمل لي ايه يعني في السنتر يا دكتوره؟ تعالى يا وحش. اولا يا اولاد انا هرسم لك كده قصتك وانت كانك من البيت. انت حضرتك صحيت، روقت، فطرت، شربت حاجتك، لبست شنطتك، تنزل هتروح السنتر. انت ميعاد حصتك يا معلم الساعه 11:30 مثلا. حضرتك لازم تكون موجود في السنتر قبلها بنص ساعه. وساعدونا يا شباب على النظام لان ده بيفرق معاكم ومعانا. نص ساعه تكون موجود قبليها. ليه؟ حضرتك جاي هتخش السنتر، في الاول هتسجل يا باشا الحضور بتاع معاليك بحاجه بسيطه جدا، بكيو ار كود من شباب قاعده من الساده الاسيستنت الاجلاء موجودين بيسجلوا حضرتك بنظام الكيو ار كود على المنصه. فانت حضرتك سجلت داخل ملك باشا رايق والدنيا حلوه. دخلت القاعه، لما اقول ميعاد الحصه يا اولاد 11:30 على سبيل المثال، يعني الورق الكويز بيتوزع 11:30. مده اي كويز يا اولاد نص ساعه، من 11:30 ل 12 كويز على محتوى المحاضره اللي انت خدتها المره اللي قبليها. وانا عندي كويزاتي تقيله. ليه؟ حضرتك اول حصه مش هتمتحن، طب تاني حصه هنمتحن على الحصه الاولى، طب تالت حصه الاولى والتانيه. يعني حضرتك امتحاناتك تراكميه مش على الحصه اللي قبليها بس. ايوه لا هي كده، هي كده. ليه؟ لا يا باشا الكيمستري ماده متراكمه على بعض، لو احنا فوتنا حاجه الدنيا باظت مننا. فعشان كده دايما الامتحانات الكويزات بتاعتنا تراكميه. حلو الكلام؟ حضرتك خلصت الكويز بتاع معاليك، بنبدا الشرح بعديها ب5 دقايق، الدنيا بتتوزع في هدوء، بتتلم في هدوء، مفيش تنطيط بقى جوه القاعه. ناخد بالنا كده من الهدوء والالتزام جوه لان ده بيساعدنا كلنا. ابتدينا الشرح، بنبدا شرح بقى يا ولا. والشرح بقى ماشي ازاي؟ شرح تفصيلي لكل كلمه. واسالوا الدفعات اللي قبلينا، مفيش كلمه بفوتها، مفيش كلمه الا لما اتعمق فيها واشرحها بطريقه واثنين وثلاثه، بكل الطرق يا باشا، بالطريقه الاكاديميه وطريقه الشباب وطريقه اللوكسويه والطريقه المهلبيه. هتوصل المعلومه، يعني هتوصل لك، هتبقى خارج يا معلم حافظ فاهم الدرس بافهاته. واتفرج على جوزيف عادل هيعمل معاك ايه بالظبط وهتصدق الكلام ده كله. حلو؟ طب يا مستر ما هو الشرح لازم يكون في شويه حل، النظام الجديد عايز شويه حل. ما طبعا يا معلم، بص بقى، شرحنا جزء تممنا عليه هنحل عليه على طول، شرح حل شرح حل، ماشيه كده ان شاء الله. ده غير اسئله الكلاس شيت والهوم ورك اللي موجوده في ملزمه الجامبو لورد، اعتقد اكبر من الكتاب ده 3 أضعاف. يعني انا شايف حاجه كده مش ولا ده حاجه تافهه بالنسبه لي، ده حاجه كده للتسليه. لا وحش، دي اسئله داخل الحصه بنحلها مع بعض عشان اتاكد ان انت استوعبت كل نقطه جوه الشرح. خلصنا الشرح والتدريبات اللي عليه والاكسرسايزنج، بنعمل في الاخر يا ولد سمري للحصه. سمري، شايف الحصه اللي قعدنا فيها دي؟ تلت ساعه تكون الحصه متلخصه ومتروق عليها. خلصنا يا باشا، حضرتك بتستلم بقى بنظام في مكانك بهدوء. تستلم حضرتك الكويز اللي انت امتحنته والهوم ورك يا باشا اللي انت اكيد سلمته وهيكون متصلح وجاي لك الموديل انسر بتاعه والدنيا 100 100. نبدا نطلع، وانت بتطلع بقى هتاخد ايه؟ هتاخد كود يا معلم. والاجمل بقى، ايه رايك بدل الاكواد ووجع القلب والورقه بتضيع والكود وقع مني، ما نخليها الكترونيك؟ يعني ايه يا باشا؟ وانت خارج هتعمل سكان للكيو ار كود تاني. بده انت كده انصرفت، بتروح حصتك اتفتحت اوتوماتيك، لا اكواد ولا ورق ولا حاجه ضاعت مني ولا الكود مش شغال ولا الكلام اللي بالك فيه ده. فاينلي حضرتك بتطلع من هنا بالسكان، من هنا بيكون الحصه اللي انت حضرتها اتفتحت. طب والحصه دي يا دكتور هيكون جواها ايه؟ هيكون جواها الشرح عشان لو نسيت حاجه، ما انت قاعد برضه ممكن تكون سرحت ربعايه تلتايه مش عارف ايه اللي حصل، اي حاجه. حضرتك الشرح تختار الجزء اللي انت ناسيه، ما تضيعش وقت تاني، ان دي اخطاء الدفعات اللي فاتت، بتقعد تسمع الحصه تاني. امال انت نزلت ليه يا معلم؟ ما يصحش. اللي انت وقع منك بس بتسمعه، حتت اللي وقعت منك. الاهم بقى الكلاس شيت بتاع الاسئله بقى يا باشا، كلاس شيت الحصه كامله
ده بقى الجزء الخاص اللي بنعلمك تحل على الدرس بكل افكاره من جميع الكتب، ازاي تطبق على الدرس ده بشكل علمي مظبوط عشان تقدر تعمل الواجب بتاع معاليك وتقدر تسلمه على المنصة وتيجي بيه برضو حضرتك محلول في الملزمة الحصة اللي جاية وانت داخل بتعمل سكان بنشيك عليه. فأعتقد دي سايكل هخليك متدلع، شرح وحل جوه الحصة ومسابقات وسمري، وكمان تتفتح الحصة اوتوماتيك للشرح والكلاس شيت وتسجل واجبك وفيديو حل الواجب. ده مفيش منجهة ولوكس اكتر من كده. ده الجزء الخاص بالنسبة للطالب، بس خلي بالك يا وحش، بس كل ده في وقته. انت عارف اكيد ان بعد كل شابتر في امتحانات ايه؟ امتحان الجامبو لورد، امتحان اللوكس، امتحان الشامل اللي هي باللغة الدارجة دي اللي هي بيتقال شوامل 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 شوامل. لا ده اسمه امتحان اللوكس. دي امتحانات بقى طبعا يا باشا هنعلن عن تفاصيلها مع نهاية كل شابتر. تمتحن يا باشا، عامل لك جو لجان اخر السنة. استنى عليا، لجان اخر السنه بالمراقبين بالبابل شيت بورقه المقالب بكل حاجه انت بتحلم بيها. انا عندي تدريب من اول يوم يا ولا، انا ما بستناش للمراجعات النهائيه، انا من اول يوم لو اعلنوا الامتحانات في شهر واحد انا داخل. فتكر من البوينت دي محتاجه شغل من نار. اعتقد كده انت وصل لك التفاصيل كامله بتاعت كل حاجه موجوده جوه السنتر. اما بقى بالنسبه لاولياء الامور في كلمتين هيعجبوك قوي. يلا بينا. بص بقى يا ولي الامر، انت عيالك دول اخواتي الصغيرين بمعنى الكلمه، واسال الدفعات اللي قبلينا، فما تقلقش، دول كانه كده اخواتنا قاعدين بنتجمع بنذاكر مع بعض بنعمل كل حاجه مع بعض. مشاكله كلها هنحاول على قد ما نقدر، وربنا يدينا المعونه والقوه ودعواتكم لان دي اللي بتسندنا طول السنين اللي فاتت. احنا هنخدمه خدمه سوبر لوكس. طيب انا بقى ولي امر، بابا ماما، اتابع ابني. حضرتك عارف ان ممكن في السنتر الولا يفضل يتاخر، يقول لي اصل المستر طول، اصل مش معقوله يا دكتور حصتك 19 ساعه. ما فيش الكلام بقى ده يا باشا. لا يا بابا ولا يا ماما، ما فيش الكلام ده. طب نعمل ايه عشان حضرتك تكون مطمن؟ انا فكرت كده ومع التيم كده النقطه، حضرتك عايز تكون مطمن على الاتي: الولد وصل ودخل حصته، والبنوته طبعا ولد لوكس ولوكسويه الاثنين يعني، دخلوا كده الحصه، عملوا الواجب ولا لا؟ مستواهم ايه؟ درجتهم في الكويزات بتطلع ولا بتنزل وجاب كام؟ اخذ نموذج اجابه موديل انسر للواجب ولا لا؟ تفاعله في الحصه اخباره ايه؟ مشي امتى؟ اسمعني بقى، انا سديت كل الثغرات دي. هنعملها ازاي؟ حضرتك يا فندم الطالب داخل بيعمل سكان للكيو ار كود، وانس هو سكاند الكيو ار كود ده على طول بيكون اتسجل عندنا الميعاد بالدقيقه والثانيه اللي هو وصل فيها السنتر. المنصه اوتوماتيك هتبعت على رقم حضرتك بابا وماما الاثنين. الطالب طبعا بيسجل اب وام الرقمين، هيجي لحضراتكم الرسائل دي ان وصل الطالب فلان الفلاني في تمام الساعه كذا لسنتر كذا. حضرتك عرفت ان هو وصل. تشيك ان اوتيلات والكلام الرايق اللي بلا حضرتك بقى كده حلو كده. وصلت ان هو دخل جوه القاعه. طيب اخدنا الواجب والكويز اتصلح، هيتسجل على المنصه. وانس ان احنا سجلنا الدرجات بتاعه الكويز والواجب، اوتوماتيك المنصه هتروح بعد SMS للارقام بتاعه حضراتكم. درجه الكويز للحصه رقم كذا جاب مثلا، ولنفترض مثلا 18 من 20، ودرجه الهوم ورك مثلا 100 من 200 بعد الشر يعني، بس ما علينا يعني. واجبات كتير يا باشا، 200 ده كده حاجه بسيطه يعني، 100 من 200. فانت حضرتك عرفت الدرجه بتاعه الكويز والهوم ورك، وكمان ممكن نزود ليهم التقييم بتاعهم. يعني انا الولد جاب 18، هو ده حلو بالنسبه للامتحان ده، لان في امتحانات عندي موت. لو راجل بقى يجيب 15 من 20 ده من الاوائل، فهيكون معاهم التقييم. يبقى حضرتك عرفت وصل امتى، درجه الكويز، درجه الهوم ورك. طب ماشي، مش هو خارج يا فندم هيعمل سكان للكيو ار كود مع الساده الاسيستنت؟ طب وانس ان هو هيعمل سكان للكيو ار كود وهو ماشي، هيتبعت المسج الاخيره: انصرف الطالب فلان الفلاني ان في تمام الساعه كذا. فحضرتك بقى تشوف هتجهز الشبشب ولا تجهز المكافئات. بصراحه ما هو لو الحصه خلصت الساعه 4 الظهر والبي وصل 6 على القهوه واقف بره بيروق، دي بتاعت حضرتك. ولو احتجت اي حاجه برضه احنا معاك يعني. لكن لو الولد منطقي مسافته ساعه، ما تظلموش يا ولي الامر. احنا عايزين نبقى حلوين مع الولاد يعني، داعمين ليهم. هي سنه موت كفايه، ربنا اصلا
يعني يقوم على دي سنه، ده الكلام المنطقي. بس حضرتك انت واخد بالك؟ حضرتك يا فندم كانك قاعد معانا يا باشا جوه السنتر، كانك قاعد معانا على الكاونتر في تسجيل وعرفت وصل الساعه كام، قاعد حضرتك في اوضه الاسيستنت اللي بيصلحه عرفت جاب كام في الكويز وجاب كام في الهومورك، حضرتك كانك معانا مستني ابن حضرتك بره وهو ماشي من السنتر الساعه كام. لا الدنيا زي الفل يعني. انا عارف طبعا العيال هتتضايق وايه ده وده هيتابعنا يا باشا، ثانويه عامه بقت كده، احنا عايزين دايما نتعلم يا اولاد من الاخطاء بتاعت الدفعات اللي قبل كده. انت محظوظ اصلا، بص انت كام دفعه نظام جديد عدت قبليك، خلاص الدنيا ما بقتش جديد يعني، لو عايزين يجددوا خلاص بقى المعتاد. فاولاد من ضمن الحاجات اللي فعلا لازم تكون موجوده، احنا سايكل ثلاثيه يا بابا. 1 ولي الامر، 2 الطالب، الثالث مدرس. هذا التراينجل، هذا المثلث اذا اكتمل كلنا هنكمل بعض. يا فرحتي بمدرس نار لكن طالب مش عايز يشتغل، يا فرحتي بولي امر عامل كل اللي عليه والمدرس بصراحه مش مراعي ربنا في ضميره، يا فرحتي ب2 تمام 1 لا. فهي لازم يا شباب السايكل دي تكون ايه؟ مكتمله مع بعض. تمام كده؟ فان شاء الله الدنيا تكون موفقه وجميله ونظام يكون صارم حلو مريح، احنا الثلاثه مبسوطين فيه. شويه تحذيرات اخيره يا اولاد كده لطلاب السنتر بعد اذنك عشان خاطرك، اخوك كبير بيكلمك لغايه ما هناخد على بعض وهتعرف الكلام ده. طيب رقم 1 لو سمحت باكد عليك قبل ميعاد حصتك لازم تكون موجود بنص ساعه، لان غير كده بنعمل هرجله كبيره. 2 حضرتك عامل الواجب بتاعك كامل لو سمحت، يعني بلاش بقى جو اللي هو تعاملونا زي بتوع البقاله بتوع الجبنه الرومي، اصل هاخد ربع واجب، طمن واجب، اصل عملت 3/4 والكلام ده ما يصحش يا اولاد، ده انتوا علمي، انت فاهم يعني ايه علمي؟ يعني الكلام على موت. فلو سمحتوا الواجب يكون كامل مكمل جاي بيه، لان حضرتك بتسلموه زي ما اتفقنا وانت داخل جوه القاعه. لو سمحت بنطلب من حضرتك الهدوء، ومش عايزين اي بقى نوش واي شغب، وحواليك كل الاسيستنت لو احتجت اي حاجه هيعملوها لك، بس انت بس ايه شاور واحنا معاك، بس انت خليك معانا. السلوك والاداب داخل القاعه لو سمحتوا ولاد والبنات الدنيا تكون منظمه، لان ده في مصلحتنا كلنا. 4 لو سمحت وانت بتمتحن الكويز مش على قد يلا يا عم كويز واجري واقلب ومش عارف ايه يلا مش عارف اي حاجه، لا ده ليه تقييم وليه درجات وهنعلنه داخل القاعه بقى، اقول لك نظامه ازاي، عشان الواد اللي بيفضل يختار كله سي ويجري. انت حبيبي تخدع نفسك انت، يعني انت فكره تضحك علينا؟ ما هو زي ما احنا معانا تقفيل كتير، ممكن يكون في ناس قاعده قد كده مش عامله اللي عليها وفي درجات منيله ب60 نيله. ليه انت تكون في الفئه دي؟ ما تخليك مع اللوكس وتكون رايق قايم نفسك عشان تعرف وانت خارج الحصه اللي هتتفتح لك دي انا محتاج اكد على ايه قوي، اروح ظابط الدنيا. العبها صح، دي في مصلحتك مش مصلحتنا احنا بس يعني. فلو سمحتم يا اولاد نخلي بالنا من النقط دي علشان الدنيا تكون ماشيه تمام وحلوه وزي الفل. انا بكده قلت لكم كافه التفاصيل سواء للستودنتس للطلبه لاولياء الامور، اعلنا كل حاجه بوضوح بمواعيدنا باماكننا بمواعيد بدايه كل حصه كل حاجه. فان شاء الله اهم حاجه نحط النيه خير، ويعني نشتغل من نار من الاول، ما نقولش في الاخر هنلم. عايزين بدايه حماسيه قويه وفي نفس الوقت ما نفقدش الشغف. الله يبارك لك عشان عارف حلاوه البدايات دي، وانا اوعدك بنظام جميل جدا جدا جدا. وانتظرونا بقى طلبه الاونلاين، مفاجاتكم في فيديو شياكه على جنب كده هنقوله كده ان شاء الله تفاصيل الاونلاين، وكمان انا عارف هتسالوا على ايه وتفاصيل الكتب ونطلبها منين وعباره عن ايه والباكج بتاعت حضرتك. والله العظيم كل حاجه هتتقال بمنجهه بشياكه بروقان زي القعده الملوكي اللي انت شايفها دي. في النهايه يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم، وان شاء الله يكون عام مثمر وجميل ونحقق فيه انجازات اكتر من انجازات السنه اللي فاتت، وان شاء الله كل واحد يكون مجبور الخاطر هذا العام ويجتهد ويحط النيه من الاول ويسعى ويسعى ويسعى، وملكش دعوه بالنتائج، النتائج دي المتحكم فيها ربنا، يبارك للكل بالطريقه المناسبه ليك. ما تنساش الكلمتين دول ان شاء الله. اوعدك بسنه موت وشغل عالمي. الكيمستري الناس اللي عماله مرعوبه منها وبهدلتنا بص السنه اللي فاتت وناس قالت ده اقوى من 23، ان شاء الله خليك من اول يوم في السنه انت جاهز لامتحان
26 باذن الله تكون في اتم الاستعداد وجاهز، بس ايدك معانا الله يبارك لك ان شاء الله. سنه لوكس اللوكس وبدايه حماسيه موفقه، واقابلكم على خير في السناتر. واللي لسه ما حجزش يا اولاد يتوجه للسنتر اللي هو مناسب ليه والاقرب ليه، علشان الاعداد يعني ايه اوشكت لسه موجوده. انت تؤمر احنا هننفذ، لسه في، سيبك من الكلمتين الهنبقه اللي بيرميهم اي حد، انا بقول لك موجود، بس خلي بالك الوقت مش كتير، لان انت عرفت خلاص ميعاد بدايتنا في السناتر ايه، فلو سمحت ايه انزل واتحرك. اشوفكم على خير يا اولاد، وباذن الله نعمل شغل عظمه ولوكس فاخر من الاخر. خلص الكلام، مسك الختام، يلا سلام، باي باي.